بياخدوا عينات مننا من جسم الإنسان، وبتروح معمل يحصل لها تكاثر، وبعد كده بيمسكوا الجسم ويبتدوا يحضروه ينظفوه ويطلعوا السموم منه. يقول لك لكل داء دواء. الناس حافظة مش فاهمة. طب فينه؟ اتضح ان شركات الأدوية لا يمكن تقدر تصنع من الأدوية دي عقار، يعني ما يقدرش يعملوا منه دواء. الأدوية كيماويات ما بتسكن بس، انما عمرها ما بتشفي. هو احنا الاكل اللي بناكله بيضرنا، فعندهم ادويه على اساس يقول لك ده كوليسترول وده مش عارف ايه وده للسكر. قبل ما تطلع الانترنت في الثمانينات حصل كتم على الخلايا دي او نوع العلاج بدون قطع وبدون كيماويات، او ايه اللي جوه الكوكاكولا والسيفن اب والبيبسي والحاجات كل المشروبات الغازيه. اولا فيها ميه نار. ازاي لبن يقعد شهرين ثلاثه؟ لبن ايه ده؟ مش حاجه اسمها طازم. اصل اللبن مش لينا، اللبن بتاع الجاموسه ده بتاع اولادها. الفك البشري مش معمول انه ياكل لحمه، بس كل الناس بتعشق اللحم. 16 مليون واحد حول العالم كان بياخد كيماوي كل يوم. في $1000 يعني 16 مليار دولار يوميا بس من الكيماوي. مفيش بلد في العالم بتعمل 16 مليار دولار في اليوم. السرطان عشان تحاربه لازم تقوي جهاز المناعة. الكيماوي بيدمر جهاز المناعة. حاجة غريبة جدا، يعني ازاي عايز تحارب السرطان وبتدمر جهاز المناعة؟ النجم الكبير يوسف منصور، برحب بيك معانا على قناه فركش تي في. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. في البدايه يعني كل الجمهور بيسال يوسف منصور فين، سبب الاختفاء. السؤال اتكرر كتير، حابين نعرف سبب اختفاء النجم الكبير يوسف منصور الفتره اللي فاتت. لقيت حاجة جميلة وممكن تفيد ناس كتيرة جدا. وحصل لي مشكلة صحية، ان احنا من كتر التمرين على مدار 30-40 سنة حصل تهالك في المفاصل بتاعة الإيد وبتاعة الرجل، وفجأة بقيت مش قادر أتحرك. يعني الرجل دي زي تهالك في المفاصل كلها. فقالوا لي إنه ممكن نعمل مفصل جديد، ودي ما كانتش بتتحرك. فقالوا لي هنعمل لك عملية عشان تقدر ترفع إيدك. وبعد كده من البحث يعني لقينا إن في حاجة منطقية، إنه بياخدوا عينات مننا من جسم الإنسان، وبتروح معمل يحصل لها تكاثر، وبعد كده بيمسكوا الجسم ويبتدوا يحضروه ينظفوه ويطلعوا السموم منه ويقوي جهاز المناعة. وبعد كده الخلايا دي بتخش الجسم وتعيد بناء الأنسجة. فجربتها وبعد شهرين لقيت المفاصل رجعت تاني فدي كانت في 2007. ومن 2007 لغاية النهاردة دخلنا في الموضوع بطريقة كبيرة شوية، وفي ألمانيا، وفتحنا مكتب في ألمانيا ومركز في ألمانيا. وبعد كده ابتدى يجيلنا ناس كتيرة من حول العالم ومصر طبعا. ووزارة الصحة كانت بتبعت لنا مرضى كتير قوي. واشتغلنا في مصر قبل الثورة في أكبر مستشفيتين في مصر، سياديين يعني كبار قوي. وما حصل الثورة الألمان أو الطقم بتاعنا رجع تاني ألمانيا. بس ابتدينا يعني في حاجة الناس بتقول عليها والناس مش عارفاها. بيقول لك لكل داء دواء. الناس حافظة مش فاهمة. طب فينه؟ يعني اوكي، ربنا بيقول كل داء دواء وماشيين على الكلام ده، فينه؟ اتضح ان شركات الأدوية لا يمكن تقدر تصنع من الأدوية دي عقار، يعني ما يقدرش يعملوا منه دواء. لأنه ربنا اللي احنا بنقول عليه يعلم كل شيء وقادر على كل شيء وبيحبنا،
مش معقولة مش عارف إن هيجي لنا أمراض زي السرطان وزي التليف وزي السكر والحاجات دي كلها. مش معقولة سابنا. إنما شركات الأدوية ما تقدرش تعمل منه عقار، لأنه كل بني آدم عنده العلاج بتاعه. يعني في 3 حاجات جوه جسم كل إنسان. في خلايا بتبني الأعضاء، وفي خلايا بتحارب الفيروسات والخلايا السرطانية، وفي خلايا بتقوي جهاز المناعة. فالتلاتة دول ما تقدرش شركة الأدوية، هم متعودين يعملوا مليون أسبرين، مليون علبة أنتيبيوتيك، مليون فياجرا، أي يعني الأدوية كيماويات ما بتسكن بس، إنما عمرها ما بتشفي. وزمان كنت تلاقي مثلا في الأجزخانات مش أكتر من 30-40 نوع من الدواء، اللي هو الميكروكروم والسبروتيوت والحاجات دي والاسبرين بتاع زمان ده مسكن. دلوقتي فيه 18,000 دواء. حاجة غريبة ان احنا التقدم التكنولوجي يعني مش قادرين نعرف دواء للصداع مثلا، دواء للسكر. مفيش حاجة اسمها دواء قصد للسكر حضرتك ان هم بيتاجروا بالكلام ده، يعني مفيش حاجه فعلا فعليا بتعالج الناس؟ خالص خالص. انت لحمة حاجه ودم. على الناس يعني، ما مثلا. هما هو احنا الاكل اللي بناكله بيضرنا، فعندهم ادويه على اساس يقول لك ده كوليسترول وده مش عارف ايه وده للسكر. ده في مصر عموما حضرتك بتتكلم العالم ولا في كله، العالم انا ما كله؟ بتكلمش على مصر مم. ولا اي حاجه، لان دي اسطمبه مم. ماشيين عليها العالم كله في الطب. آه انما ربنا عنده رؤيه تانية. او بس الناس يعني الموضوع اللي انا بكلمك فيه اكتشف سنه 29، مم. ولغايه سنه 60 كان عملوا تجارب عليه وابحاث خطيره جدا، وحصل كتمان عليه قبل ما تطلع الانترنت في الثمانينات. حصل كتم على الخلايا دي او نوع العلاج بدون قطع وبدون كيماويات. يعني هديك مثل واحد بس عشان تعرف قوة شركات الأدوية دي ايه. مم. السنة اللي فاتت 16 مليون واحد حول العالم كان بياخد كيماوي كل يوم، مم. في $1000 يعني 16 مليار دولار يوميا بس من الكيماوي. مفيش بلد في العالم بتعمل 16 مليار دولار في اليوم، ولا الصين ولا السعودية مفيش أي دولة في العالم بتعمل 16 مليار دولار يوميا. طيب السرطان عشان تحاربه لازم تقوي جهاز المناعة. الكيماوي بيدمر جهاز المناعة. حاجة غريبة جدا يعني. ازاي عايز تحارب السرطان وبتدمر جهاز المناعة؟ جهاز المناعة ده جهاز ربنا اللي عمله. والبني آدم نفسه، الجسم البني آدم دي أكبر صناعة ما حدش يقدر يعملها. الجسم فيه كمية آه، يعني مصنع بحاله شغال طول الوقت. القلب ما بيوقفش، التنفس ما بيوقفش على مدار السنين، 90-100 سنة حسب سن البني آدم. إنما إحنا اللي بنضر نفسنا بأكل معين. والمفروض الناس تعرف إن في أكل بيدمر الصحة، زي المشروبات الغازية مثلا. مم. زمان كان عندنا العرقسوس والليموناتا والعصير والحاجات بنعملها في البيت. حاجات الفريش طبعا. دلوقتي بقت كل حاجة كوكاكولا بسيفن اب والحاجات دي كلها. الناس بس ما بتسألش ليه او ايه اللي جوه الكوكاكولا والسيفن اب والبيبسي كل المشروبات الغازية. مم. اولا فيها مية نار. فيها ميه نوع. اه يعني انت لو عندك اي حاجة مصدية خد له عليها كوكاكولا او بيبسي. فيها سم فران، فيها صبغة، فيها 18 معلقة سكر. كل ده في البيبسي؟ اه مم. وبقت سم الفئران ليه الزرنيخ يعني اللي فيها، لانه ادمان. فتلاقي الشباب او المصريين او في العالم كله ليه بقى عندهم ادمان لازم كوكاكولا
ولازم فرنش فرايز. يعني دي حاجات بتدمر، فبتعمل هشاشة عظم وليها أمراض كتيرة جدا. ليه ما نرجعش لأيام زمان اللي هو العرسوس والخروب عندنا كمية مشروبات زمان، يعني يمكن مش في سن حضرتك بس الوالد اكيد سمعنا عنها كلنا. ودي حاجات روعة وطبيعية وجميلة جدا. نيجي مثلا للحوم، أغلب الأمراض جاية من اللحوم، أكل اللحوم. الفك البشري مش معمول إنه ياكل لحمة، بس كل الناس بتعشق اللحم. المفروض يقللوا بس شوية، يعني كل ما تقلل، يعني المفروض البني آدم ياكل من كل ما هو من الطين والماء، يعني البحر، كل أنواع الأسماك، والتين، الخضرة والفاكهة. إنما إحنا متعودين دلوقتي بالسوبر ماركت في مصر، في العالم كله يعني كلها معلبات. إزاي لبن يقعد شهرين ثلاثة؟ لبن إيه ده؟ أولا، معلومة ممكن تزعل ناس كتيرة جدا، اللبن مضر جدا للبني آدم. اللبن مش بتاع البني آدم، ده بتاع أولاد البقرة. يعني اللبن اللي المفروض ان انتوا تشربوه ده مضر ليه؟ ده كله يترمي في الزبالة. حتى اللبن الطازج مفيش ده حاجة برضه اسمها طازم، معلب؟ أصل اللبن مش لينا. اللبن بتاع الجاموسة ده بتاع أولادها، زي الست الحامل لما ربنا مديها بترضع البيبي، اللبن ده بتاع البيبي بس. ما احنا واخدينه عشان حكاية الكالسيوم. الكالسيوم موجود في حاجات كتيرة جدا غير اللبن. فهي طبيعة لازم تتغير شوية، أو المفروض اللي عايز يبقى يحس بصحة كويسة يبطل حاجات معينة، واللي هي عاملة أزمات كتيرة جدا. يقول لك كيلو اللحمة بكذا، طب ما تبطلوها، ما تقللوها. السمك ده من عند ربنا، يعني من الماء، عناصر الحياة. ما كل حاجه بقت غاليه دلوقتي، يعني سمك ولحمه وفراخ. خش على الخضار يا عم، خش على الخضار، ما تقولش كل حاجة غالية. الناس المفروض، يعني هو بس الإعلام هنا ما بيوركش أمريكا بقت إيه. لندن وفرنسا وألمانيا أصعب مننا حياة، أصعب من الناس حتى البسيطة اللي هنا، اللي هي مش قادرة مش لاقية. بس عندنا فول وعندنا طعمية وعندنا بقدونس وعندنا جرجير وعندنا خضروات ما حصلتش طعما وما اتغيرتش في تركيبتها. يعني أغلبية الأكل بره، خصوصا في أمريكا، أنا هتكلم على أمريكا، تلاقي الخوخ مثلا قد كده، تلاقي الفراولة قد كده وشكلها جميل جدا، ما فيهاش ريحة ولا طعم ولا أي حاجة خالص. دي كلها حاجات متهجنة، يعني متصنعة، البذور نفسها اتغيرت، الفوائد بتاعتها. احنا عندنا هنا زمان كانوا دايما الناس بتعيش ان تنزل مثلا حد يشتري اكل اليوم، كنا بنشتريه يوميا. يعني اذا كان الخضار، القوطة، الجرجير، البيض البلدي. دلوقتي كل حاجة دخلت في هرمونات وتركيبات وفريزر. يعني في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده، هل الاعلام المصري يعني مش بيوصل الرساله صح للناس؟ طبعا انت عارف بيضحك عليهم بمعنى صح. يعني اللي هو فرنسا عندها توابير عشان يجيبوا بنزين. انجلترا وفرنسا بيروحوا الناس، الشعب ياخد اللي هي المعونات اكل. انا بكلمك على ناس عايشه. احنا بنقول فرنسا والمانيا، مش بعمل لك مقارنه مع اي بلد مثلا في افريقيا او اي بلد الناس تعبانه. بتزعل من المقارنات دي. يعني الشعب المصري بيقول لك يا عم انت ما تقارنيش بانجلترا وفرنسا ليه ما قارنكش ليه؟ هنا مرتبات بقى وفرق سعر والكلام ده. مفيش بقى، يعني خلينا بالراحه كده. اذا كان واحد بره بياخد $4000 في الشهر، الايجار بتاعه $2200، يعني نص ده بس الايجار. فما تقارنش، ما تعملش تقول 4000 يعني في 20 او 30 جنيه يعني بياخد له كذا، لا خالص. لانه نص الماهيه بتبقى للايجار، ناقص بقى البنزين والاكل والاولاد والمشتروات، فهم اصلا اقل مننا. يعني ما عندهمش مثلا سندوتش فول، ما عندهمش طبق كشري، ما عندهمش حاجات كتيره جدا. الخضار مهما كان، مهما تقول عليه، يعني نمسك العيش. ليه لما تروح اي مطعم مثلا بتاكل، او مطعم فول في الفطار، يحط لك 10 20 رغيف؟ ليه؟ العجائن دي غلط. السكر
بلاقي ناس كتيره جدا بيشربوا شاي و3 4 معالق سكر. ده اكتر حاجه بتغذي الخلايا السرطانيه. يعني كل مشاكل الاكل عندنا مضره، اغلبها حاجات مضره. انت لو تعمل طبق سلطه جميل جدا ده مفيد جدا، لو تعمل خضار مفيد جدا. كله بيشتكي. يعني هقول لك حضرتك حاجه، اغلبيه الناس اللي بتجيلنا مثلا وعندهم سرطان ما بيجولناش. آه، يعني انت ما بتروح لدكتور اسنان مثلا او دكتور عيون بتقول اروح للدكتور مجدي او الدكتور محمود او انما اللي بيجولنا بعد ما يخلصوا كل شيء. يعني خلصوا الكيماوي ما جابش مفعول، خلصوا الاشعاع، مش عارف ازاي يحطوا بني ادم في اشعاع، ازاي يعني بيتدمر جسم الانسان وعايزه يشفي. مش عارف ده موجود في 57 357 ولا ملوش علاقة؟ هكلمك في 57 بعد شويه. واضح ان في معلومات كتيرة في الحتة دي. لو في حاجة هتضر الناس وحضرتك حابب توصلها طبعا الكيماوي ده المفروض الناس تبطل. يعني في دراسه، ما انا بكلمك على دراسات مش بكلمك على قصه انا بقولها. نيويورك تايمز عامله دراسه على ال 40 سنه اللي فاتوا في استخدام الكيماوي. النتيجه ايه بعد 40 سنه؟ بيقول لك احتمال 2% استفادوا. انت بتدمر جهاز المناعه، والمفروض عشان تحارب السرطان الخلايا السرطانيه تقوي جهاز المناعه. ربنا مدينا جهاز، يعني الاميون سيستم او جهاز المناعه بتاعنا ده ممكن يدمر كل الخلايا السرطانيه. بس اما بناكل وحش، اما بناكل حاجات من السوق وناخد سكريات كتيره وعجائن كتيره جدا ولحوم، فدي بتغذي الخلايا السرطانيه. انت بتبطل الحاجات دي بس هتخلي اكنك هتجوع الخلايا السرطانيه. السكر ده بيسموها سموم بيضاء، اذا كان الدقيق او اذا كانت السكر او الملح، دول بيسموها سموم بيضاء. نبطل بس ده. يعني محدش بيقول للي عنده سرطان، محدش بيقول له ما تاكلش ايه. هو كله على طول يكتب روشتة